انطلاقا من معاناة المهاجرين اللبنانيين بسبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط مقارنة بها لدى شركات الطيران المنافسة، أطلقت مجموعة من المهاجرين في دول الخليج هاشتاغ بدنا نصيف بلبنان بدعم من سائر المهاجرين في دول العالم وبعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار بتحب لبنان حب مغتربينه. ويقدر عدد المغتربين اللبنانيين في دول الخليج بنحو 500 ألف لبناني. جنح الأرز عليان وبأرزنا كبرنا، بدنا نصيف بلبنان. ناطرينكم ترجعوا تصيفوا بلبنان. حملتنا اسمها بدنا نصيف بلبنان. هو ليس إعلانا ترويجيا للسياحة في لبنان، بل حملة أطلقها مغتربون لبنانيون في دول الخليج العربي أملا بالسفر إلى بلدهم بسعر معقول. نطلب من شركة ميدل إيست إيرلاينز ترخصوا أسعار التيكت حتى تساهموا بإرجاع المغتربين. ونطلب من كل المعنيين وكل المسؤولين يرخصوا أسعار التيكتات بلبنان تنقدر نستضيف أصحابنا وأهلنا وأحبابنا. يشكو القائمون على الحملة ارتفاع أسعار بطاقات طيران الشرق الأوسط مقارنة بأسعار شركات الطيران الأخرى، ليتبين معهم مثلا أن الرحلة من الرياض إلى بيروت على متن طيران الشرق الأوسط قد يتضاعف سعرها مقارنة بسعر شركات أخرى. يعني بس أنت عم تفوت على تحجز من هلا للميلاد من قبل ب6-7 أشهر تلاقي إنه والله الميدل إيست سعرها دبل عن سعر شركة الطيران السعودية، عم بحكي لكم أنا بالسعودية، بشيء مش منطقي. تقريبا تكلفة العائلة من 4 أشخاص بتصير بدك تحطها تنزل على لبنان تتصيف أو تنزل على الميلاد بحدود ال 2500 ل 3000 دولار. طب منطقية هذا الرقم؟ يعني قادرين أنا هلا ننزل على شركة الطيران السعودي بأرخص بنص السعر، بس نحن بيهمنا ننزل على طيران بلادنا، نحن أحق فيه بكل صراحة، عم نحكي نحن أحق فيه. شركة طيران الشرق الأوسط من جهتها توضح أن هناك بضعة عوامل خارجية تتحكم بأسعار التذاكر، منها المنافسة والعرض والطلب على كل رحلة فضلا عن التاريخ والتوقيت، وتؤكد أنه بسبب المنافسة الشديدة خفضت أسعارها بنسبة 40% عام 2016 مقارنة بها عام 2008.